حرام عليكي، ده الخبير الاعلامي الاسرائيلي بيحذر اعلامه إسرائيل. من ان هو يحتذي حذو الاعلام المصري. مش اسرائيل دي اللي قالت انه فقدنا صديقا عزيزا يوم مبارك تنحى؟ يا دكتور صباح الخير. بتقول ايه؟ مش اسرائيل دي اللي قالت فقدنا صديقا عزيزا لما مبارك تنحى؟ لا، واحنا دلوقتي بنتكلم على اسرائيل. لا معلش بعد اذنك، ده كان خدام لهم الصديق. ايه يا دكتور؟ كان خدام لهم الصديق له. ايه يا دكتور؟ هنتكلم دلوقتي على اسرائيل. انا ماليش دعوه باسرائيل. لو سمحتي اسرائيل لا تدخل في نطاقي خالص. بقول لكم ايه؟ غير ان انا احمي حدود. بقول لحضرتك ايه؟ صباح الخير يا دكتور. زي ما انا سمعت حضرتك، من فضلك اسمعيني. صباح الخير يا دكتور. حضرتك دلوقتي بتتكلمي عن حقوق الفتيات المصريات. طيب الراجل اللي مات النهارده مات ليه؟ مدير المجمع البحث العلمي مات محصور على المجمع. انت حضرتك قابلته؟ تعليق حضرتك ايه بقى بعد اذنك؟ حضرتك قابلته قبل كده يا دكتور؟ تعليق حضرتك ايه؟ حضرتك قابلت الدكتور ده قبل كده؟ انا ما بقابلش حد، انا بسأل حضرتك. انا بقى قابلته. تعليق حضرتك واجريت ايه؟ معاه حوار متصوره مع الدكتور الشرنوبي. لو انت تقصد الدكتور الشرنوبي، ما اعرفش انت تقصد مين بصراحه، بس انا بقصد الدكتور اخر واحد. ما انا بقول لك لو انت تقصد الدكتور الشرنوبي انا قابلته واتكلمت معاه. هو كان اخر واحد؟ يا دكتور انت بتقول معلومه، فانا بقول لك لو هو دوت يبقى انا قابلت الراجل ده. ورأيت كم يبكي لان الفئران تأكل كتب مصر. الفئران كانت ترعى الفساد في المجمع العلمي اللي بنبكي عليه الآن. المجمع الذي منعنا قوات الإطفاء من الدخول لإطفائه بحجة ضبط النفس. احنا اللي منعنا قوات الإطفاء؟ مش احنا بقى، أنا وانت عارفين مين اللي منع. الجيش اللي منع. أنا اتفرج على الفيديوهات يا دكتور، مش انت عامل حرب فيديوهات على القناة؟ فيديوهات ايه؟ فيديوهات بتقول دوت، هو أنا جايبة حاجة من عندي؟ والجيش برضو منع الناس من ان هي تطلع تحاول حرق مكتبة مجلس الشعب. يا دكتور يسأل، انا بص انا ما بتكلمش عن الجيش، انا بتكلم عن الجيش. يسأل عن المجلس الشعب الجيش، لانه يوم الجمعة اجازة. مين اللي كان بيرمي من الدور ال11 وال12 يا دكتور؟ انا ما اعرفش، انا شخصيا ما عنديش فكرة. ممكن اقول لحضرتك على حاجة بعد اذنك؟ يجوز طرف ثالث. في وحدة اطفاء موجودة في مجلس الوزراء. يجوز طرف ثالث، انا ما اعرفش. بس يسأل عن هذا الجيش. انت حضرتك تدخل الجيش في الموضوع، انا ما دخلتش الجيش في الموضوع. وبابا في شارع حسين حجازي، الجيش اللي راح حرقها وحرق وكسر العربات بتاعها وضرب الناس يا دكتور اسأل انت الجيش. انا بقول لك اسأل انت الجيش، انا مش هتكلم عن الجيش. ما بحبش اتكلم على الجيش، ما بحبش اتكلم على حد مش موجود. مين اللي مش موجود؟ الجيش مش موجود، فما احبش اتكلم عليه. مش موجود معانا هنا. هو انتوا خليتم الجيش موجود ولا مش موجود؟ هو انتوا مين حضرتك لما بتتكلم معايا؟ ده اللي رايح واللي جاي عمال يخبط في الجيش. لا كلمني باعتباري امال عويضه مواطنه مصريه، امها من الفلاحين وابوها من الصعيد. كلمني باعتباري هذه بعد اذنك يعني يا مواطنه مصريه. لكن ما تكلمنيش السيدات في المصريات بيموتوا في حوادث الطرق. مين يا دكتور؟ كل يوم اكتر من 200 سيده بيموتوا وفتاه وطفله في حوادث الطرق. ما سمعتكوش اتكلمتوا عنهم ليه؟ لانه ده وباء عام لابد ان نشفى منه جميعا. مظبوط. لكن عندما يتم توجيه دوت بشكل حاد وواضح وصريح لنساء مصر نقول نقطه ونقول انت كراجل فلاح وانا بالفعل بقدر في فلاحيتك اللي انت بتتكلم بيها الناس. يا ريت تراعي القواعد دي. انتهاك عرض نساء. حكمتوا بين الناس يحكموا بالعدل. ونعم بالله ونعم بالله ونعم بالله. الناس اللي كانت في شارع محمد محمود وفي شارع مجلس الوزراء شهداء، ونحسبهم شهداء. نحسبهم هو انت شهداء. حضرتك بص بقى، لا انا عالم في الدين. لا هقول لك حاجه دكتور مهمه جدا. لا انا عالم في الدين مهمه جدا يا دكتور. ولا انت عالمه في الدين. انت ولا اي حد. العالم في الدين فضيله الامام نصر فريد واصل مفتي الجمهوريه السابق قال ليسوا شهداء. نحسبه شهيد. نحسبه شهيد. نحسبه شهيد. الشيخ محمد حسان قال ليس شهيد. نحسبه شهيد. الزغبي قال ليس شهيد. نحسبه شهيد. نصر فريد واصل قال ليس شهيد. نحسبهم ثلاث اتجاهات في الاسلام قالوا مش شهيد. عنهم فاحنا بننفيها عن كل فرد. احنا بقى بتوع دين وعن الشيخ عماد وعن كل الشهداء اللي مصر شافتهم. يا استاذ يا دكتور والنبي انا عايز افكرك بحاجه مهمه جدا. ما تدخلنيش في المنطقه دي، لانه احنا جميعا لا نعلم علم الغيب ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. عندنا الفقهاء معلش. لا عندنا الفقهاء. لا الشهداء نحسبهم شهداء. وانا قلت نحسبهم شهداء. ونصر فريد واصل فقيه. هو انت ومحمد حسان فقيه. والزغبي فقيه.
يا دكتور معلش يا دكتور احنا مش اللي على مزاجنا نقوله شهداء، واللي مش على مزاجنا ما شرف نقولوش. لمصر انه يموت عندها شهداء، احنا نقول كله، بس ما يكونش برصاص اخواتهم. شرف لمصر ان يكون عندها شهداء. تاريخنا ما اتكتبش بميه يا دكتور، تاريخنا بيتكتب بدم، طول عمره بيتكتب بدم، طول عمر تاريخ مصر بيتكتب دم. لما يموت عندنا طفل طب لما انت زي ما تاريخ مصر ما يموت عندنا عجوز، هو من اجل مصر في النهايه هو شهيد، نحسبه شهيد. لما حضرتك قاريه تاريخ مصر ما انتش عارفه حدود مصر قبل 54 كانت بتبدا منين؟ يا دكتور انت ركز معايا يا دكتور، احنا بنتكلم على الشهداء ولا حدود مصر؟ هتركز معايا ولا هنقعد نتكلم ساعه ونص؟ يا فندم يا فندم لو سمحتي حضرتك على دماغي في القناه اللي انا برقصها. طبعا تتطاولي عليا في الكلام ما يصحش. لا انا ما تطاولتش، انا اكبر منك في السن. المقام محفوظ، انا ما تطاولتش. انت بتقولي على هنقعد نتكلم ساعه ونص، يعني حضرتك بتتريق عليا. انا بقول انا بشكرك يا ستي وانت على دماغي لانك في بيتي، قولي اللي انت عايزاه. ما يا دكتور انا بقول لك ركز معايا، احنا بنتكلم على الشهداء ولا حدود مصر؟ نرجع لحدود مصر ولا نتكلم على الشهداء؟ ما احنا قاعدين مع بعض اهو. انا سامعك وانا قاعد بتفرج بتابع القناه. طيب. وانت بتقولي ان انا اخطات خطا دبلوماسي. دبلوماسي ايه اللي انا اخطات؟ يعني حضرتك همك ان انا خطأتك شخصيا، ومش همك ان انت بتخطئ الالاف اللي ماتوا واللي اختفوا واللي اصيبت عينيهم، ودول كلهم برضو متفبركين ولا ايه؟ ايه يا دكتور؟ بلاش نبقى شخصيين وانانيين، احنا النهارده بنتكلم عن مصر، ارجوك. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ نحي شخصيتك وذاتيتك ممكن اسالك سؤال يا استاذه؟ نتكلم عن مصر. ممكن انا اسالك بس سؤال وعايز اجابتك وراضي باجابتك. السؤال يا استاذ امين. انا مع أستاذ لما يجي لك بلطجي يهجم عليك في بيتك يا جماعه، لا ده كتير كده يا استاذه امان. بعد اذنك يا استاذ امين اسمعي. اتفضل يا دكتور. لما يجي بلطجي او بلاش بلطجي، راجل محترم توفيق عكاش، رجل اعلام، وجاي يهجم عليك في بيتك وعايز يحرق لك بيتك او يضربك او ينال منك، هتعملي فيه ايه يا استاذه امان؟ لما حضرتك ما ترد عليا، قولي لي هتعملي فيا ايه؟ المثال صح. لا لو قولي ايه هتعملي فيا ايه وانا موافق. صح فهنتكلم، لكن حضرتك ده بالفعل اللي انت بتعمله مع الناس، ان انت بتقول امثله مش هي الواقع. انت بتخوف الناس. انت عارف انا درست اعلام. مش الواقع ايه يا استاذ؟ انا خريجه اعلام وحاصله على بقول لحضرتك يا فندم انت على دماغي من فوق. بس انت حضرتك بما انت داخل انت على دماغي من فوق. انا بس انت على دماغي من فوق، وكلية الاعلام بتقدم علم انتهى من سنة 60. اعلام التخويف، انت بتخوف الناس، الحقوا دول هيعملوا كذا، الحقوا دول هيعملوا كذا. يا دكتور يا استاذ جزء من عملك الاعلام واشوفك احسن واحده في مصر. استاذنك يا دكتور توفيق بعد اذنك. استاذه امال خلينا بس نقول حته مهمه جدا، احنا مش بنستخدم سياسه التخويف، واضح على فكره، وانا مش عشان انا في القناه وبنتهج نهج القناه، لكن كان في كلام اتقال والكلام ده تحقق طبعا والناس كلها شافته وتاكد الكلام ده. ابسطها لما قعدنا ننوه عن القنوات العميله، القنوات اللي مسلطه الضوء على محمد محمود ومسلطه الضوء على السلبيات فقط، ما بتعرضش اي ايجابيه، دايما ضد الجيش. طب ما انا بكلمك النهارده اهو في الاعلام الاسرائيلي بيقول لك ايه؟ بياخد منك نقلا عنك عن القنوات العميله، وفي الاخر بيحذر انه الناس تتبع نهجك. طب انت عايزه ايه؟ هو ده اعلام التهويل. حضرتك بعد اذنك يا استاذه سوزان، انا اسفه يا استاذه امال، انا عايز حضرتك تجاوبي على السؤال اللي انا سالته. لو انا توفيق عكاشه جيت اتهجم عليكي في بيتك وجاي عايز، لا مؤاخذه انا اسف طبعا مع احترامي ليكي، جيت علشان خاطر عايز اهجم عليكي في بيتك واولع لك في بيتك او اضر والدك او والدتك، هذا المثال لا يتفق مع الحال الواقع. عارف ليه يا دكتور؟ لان انت شخص وانا شخص. لما نتكلم عن المجلس العسكري او جيش مصر، هو جيش مصر، جيش بيشتغل عند مصر، جيش طب. يعني الشخصانه. ايوه يعني يعمل ايه الجيش؟ طب ما ترد عليا بعد اذنك، رد عليا اذا سمحتيلي، رد عليا. ممكن ارد؟ قولي لي. لا ممكن ارد يا ممكن ارد ممكن ارد. انا طالب منك ان حضرتك ترد عليا وتقولي لي الجيش يعمل ايه. لا يا دكتور، ما هو انت بتقول مثلا يعمل ايه؟ احنا بما اننا شعبيين زي بعض، انت بما انت بتقول مثل يا دكتور اسمعني، نظرك يتعلم يا دكتور اسمعني، انت بتقول مثل وانا برد عليه. المثل اللي انت بتقوله ده مثل شخصي جدا ومثل ذاتي، ما ينفعش اللي تطبيقه على احوال مصر. انت لما تيجي تتكلم مع حد في الشارع وتقول له والله بيتك هترعبه، لكن ما تقول له في منطق دوله وفي جيش بيشتغل عندك جيش، يبقى ده منطق مختلف تماما، غير منطق ان انت داخل بيتي وتحرقه. ده المنطق الغلط. المنطق الغلط لما تقول له انت لو انت حرقت شعري انا سيبينا من المنطق الغلط بتاعي.
ما هو يا دكتور سيبينا من المنطق الغلط بتاعي اذا تكرمتي. ما انا مش ما اقدرش ارد على انا سؤالك. عايز اسال حضرتك سؤال تاني. ما هو انت بتسالني عشان انت تطبقه على حاجه تانية. القياس ده ما ينفعش. هو بعد الشيء الفردي اذنك انا قلت لك سيبينا من ما السؤال. ينفعش يا ما عم ينفعش ما يا ينفعش سيبينا من تطبيق. السؤال. ما ينفعش تطبيق في الحاله دي. انا عايز ما من انت عايز حضرتك تستفيد. اعرف من لا لا سعادتك لا عشان بس هقول لك، استفيد. عارف مثلك ده بيفكرني بايه يا عايز دكتور؟ استفيد استنى بس يا والجيش دكتور والنبي. يستفيد يا خبر ابيض. ويتعلمهم عشان عايزين نعلم هو انت بس الجيش. اللي عايز تتكلم ومحدش يسمع؟ ما تسمع مني بقى يا دكتور. انت يا عارف فندم مثلا احنا اللي عايزين بتقوله الجيش ايه يا دكتور؟ يتعلم. يا دكتور إذا مثلا انت سمحتيلي. بتقوله بالظبط زي ما طلعوا لنا في 25 يناير ولا 28 يناير مبارك ده ابوكم. لا مبارك ده مش ابونا. مصر مين هي اللي قال امنا صحيح. مبارك ده أبوك؟ استنى بس يا دكتور، نفس مين المثل اللي اللي انت قال؟ بتقوله مين اللي قال؟ شخصنه الشخصيات السياسيه ما تنفعش في المثل لو ده. سمحت ما المثل- تدخلينيش من حاره وتطلعيني في شارع. ما هو انت انا بتقول بسال بس أنا حضرتك برد عليك سؤال المثل. واضح. لو انت قلت لو لي سمحت إنه يا ابنك- استاذه انا عايز وجهه نظر سيادتك في علشان خاطر انا اتعلم منها والجيش يتعلم منها. ازاي يدافع الجيش عن ممتلكات الدوله في حاله التعدي على ممتلكات الدوله؟ ممكن تقول لنا خطه؟ انت حضرتك ضايقت ان انا علقت على معلومه انت قلتها، مع ان انت في السؤال ده في صيغه تهكميه، فانا بالتالي انا